وايه هو الموعد النهائي لامتحانات الثانويه الازهريه 2026؟ كمان انا عامل لكم فجأة صغيره جدا كده باذن الله على مدار الفتره اللي جايه هيكون عندك حاجه اسمها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي طلاب الثانويه الازهريه في كل مكان، عاملين ايه؟ معاكم كابتن بدر حمزه. وايه هو الموعد النهائي لامتحانات الثانويه الازهريه 2026؟ وانا بجد بسال، هو ايه الموعد النهائي لامتحانات الثانويه الازهريه؟ كنا من كام يوم واقفين في نفس المكان ده وبنتكلم عن كارثه الازهر المتكرره في فكره ان هم بيأخروا النماذج الاسترشاديه جدا، وكنا بنطالب بتعجيل نزول النماذج الاسترشاديه. تاني، تعجيل نزول النماذج الاسترشاديه، مش تعجيل امتحانات الثانويه الازهريه، ولكن هم تقريبا خدوا مننا كلمه تعجيل واشتغلوا عليها. وطبعا منتشر اخبار كتير جدا اليومين دول ان تم تعجيل امتحانات الثانويه الازهريه وان هي هتكون 30/5 بدلا من 6/6. وعلى فكره 6/6 ده هو الموعد اللي محطوط في الخطه الزمنيه للثانويه الازهريه من بدايه السنه اصلا. ففكره ان احنا نغير على الموعد ده فده اصلا شيء كارثي وبيمثل ضغط كبير جدا جدا على الطلبه وعلى المدرسين. فانا مش فاهم هو لغايه امتى الطالب هيفضل ضحيه القرارات اللي تقريبا كلها ما بتكونش مدروسه؟ لغايه امتى هنفضل ان احنا نضغط على طالب الازهر؟ ولكن انا مش عامل الفيديو ده بقى عشان افضل اصيح والوم واقول يا ريت الازهر ما يعجلش الامتحانات، لان للاسف صوتنا تقريبا حتى لو وصل فهم ما بيعملوش بيه. ولكن نتمنى من كل قلبنا ان فعلا كفايه ضغط على الطالب وان الموعد بتاع الامتحانات يكون 6/6 زي ما هو. طيب نهايه، انا المفروض بقى كطالب اعمل ايه؟ المفروض ان حضرتك تستعد لامتحاناتك ان هي 30/5. ممكن يكون كلام كتير جدا بيتقال اشاعات، ممكن تكون الاخبار دي مجرد اشاعه، ولكن انا بقول لك ان الامتحانات هتكون 30/5 بناء على موقف حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت اتسرب الجدول قبل ما ينزل في الموعد الرسمي بتاعه، يعني قبلها كده بكام يوم، وساعتها حصلت مشاكل كبيره جدا جدا، والقطاع طلع واعلن ان الجدول المسرب ده مش هو الجدول ولا هو الموعد ولا هو ترتيب المواد. ونبص نلاقي بعد كام يوم ان الجدول اللي اتسرب هو بالظبط اللي تم اعتماده. وده بالظبط نفس الموقف اللي بيحصل اليومين دول، ان جدول مسرب وان كل الناس عماله تقول اشاعات، ولكن في النهايه بنسبه كبيره ان ده هيبقى جدولك اللي هو يوم 30/5 بدايه اول ماده عند حضرتك. فبالتالي نبدا ان احنا نستعد ان امتحاناتنا 30/5، ونبدا ان احنا نستعد خلاص بهذا الشكل ان ده الموعد الرسمي والنهائي لامتحاناتي. انا بقول لك كطالب ازهري هون على نفسك، انا عارف ان دي مشكله وكل الكلام ده، ولكن انا مش عايزك بقى تنساء وتندرج الى بند ان انت تضغط على نفسك اكتر. وهو ليه الازهر بيعمل معايا كده؟ هو انا دايما الضحيه؟ وانا عارف ان الكلام ده بيتردد في بالك بشكل كبير جدا جدا وبيسبب لك ضغط كبير وبيبعدك عن التركيز عن مذاكرتك. فاحنا كطلاب الثانويه الازهريه طبعا القسم الادبي يستعد ان امتحاناته 30/5 والقسم العلمي يستعد ان امتحاناته 31/5، ونبدا نتاهل لذلك ونبدا نذاكر ونجتهد ونعمل اللي علينا ونسيبنا من اي حاجه تاني. هم ما غيروش القرار والامتحانات خلاص هتفضل 6/6 وكل اللي بيتقال ده اشاعات، يبقى خير وبركه. ولكن اتغير القرار وللاسف هيتم التعجيل بشكل رسمي، يبقى انا كطالب استعديت، وان شاء الله بمجرد التاكيد بشكل رسمي هيكون الموعد امتى ونزول الجدول وكل ما يتعلق بذلك هيتوفر على طول من خلال جروب طلاب الكابتن اللي هتلاقي اللينك بتاعه في الكومنتات. كمان انا عامل لكم فجأة صغيره جدا كده باذن الله على مدار الفتره اللي جايه هيكون عندك حاجه اسمها تيم المتابعة المجاني، وده انا شغال عليه بقالي فترة ان انا انفذه لحضراتكم او انفذه لكل طلاب الثانوية الازهرية، علشان يكون في ناس ذو خبرة معاك وبتدعمك لغاية ما توصل لباب لجنتك. والموضوع ده هيكون مجاني تماما، وهوفر لك اللينك بتاع تيم المتابعة المجاني في الكومنتات. تقدر ان انت تتواصل معاه في اي وقت، تقدر ان انت تتكلم معاهم تسألهم في اي اسئلة خاصة بالثانوية الازهرية، في جدول مذاكرة، في نظام، في اي مشاكل نفسية عند حضرتك هم هيكونوا معاك. وكل ده هيكون بمتابعة مباشرة مني انا شخصيا، ولو في اي اسئلة تخص مناهج الجغرافيا والتاريخ طبعا هخش اجاوب عليها بشكل مجاني تماما. التيم ده هيتوفر لحضرتك فاستفيدوا منه، وباذن الله نكون معاك بالفعل لحد باب لجنتك. وهو يا عم مفاجاه وحاجه كويسه بنقدمها ليك كطالب ثانويه ازهريه عشان نهون عليك كم الضغط اللي انت فيه، وان شاء الله نقدر ان احنا نفيدكم ونقدر ان احنا نوصلكم لباب اللجنه بدون اي مشاكل. ابدأ ان انت تستعد بشكل قوي لامتحاناتك، واهل نفسك كده اللي هو يلا يا عم ما جاتش على 7 ايام، يعني هي خلاص يعني ال7 ايام دول اهو احسن عشان نخلص بقى ايه ونخلص من الثانويه ونخلص من السنه
السنه دي ابدا ان انت تقول لنفسك الكلام ده. وحقكم علينا احنا كمدرسين من كم الضغط اللي عليكم ده، والله الواحد ما بقاش عارف يقول ايه يعني للقطاع، ويعني ماشي ما علينا بس من هذا البند ومن الاندراج تحت هذا البند. اعمل يا ابني اللي عليك، اجتهد واسعى، وباذن الله النتائج في النهايه هتكون مرضيه ليك، لان ربنا سبحانه وتعالى امرك بالسعي فقط لا غير. اما النتائج فهي عند ربنا سبحانه وتعالى، وده شيء عظيم جدا جدا جدا. فاجتهد، اعمل بس اللي عليك، استغل كل دقيقه حرفيا من وقتك الفتره دي انك تذاكر فيها، وانك تلم موادك وتخلص منهجك وتراجعه، وان شاء الله في النهايه تلقى ما تتمنى. وتاني وتالت ورابع ما تندرجش تحت هذا البند وتحط نفسك تحت ضغوطات ان بالفعل الامتحانات اتعجلت فده ضغط عليا كطالب. اعمل اللي عليك فقط لا غير، واستعد ان امتحاناتك بنسبه كبيره جدا هتكون يوم 30/5. ونقطه كمان عايز اتكلم فيها، والسؤال بدا يتوجه كتير جدا جدا، خاص طبعا بالمراجعات النهائيه في مواد الجغرافيا والتاريخ، الا وهو حضرتك يا كابتن هتقدر تخلص كل المراحل دي بالرغم من تعجيل موعد الامتحانات؟ احب اقول لك ان انا قبل اصلا ما احط الجدول بتاع المراجعات النهائيه الخاص طبعا بالمراحل وكل ما يتعلق بيها، واللي طبعا لو عايز تعرف اي تفاصيل عنه تواصل معانا ايضا من خلال اللينك بتاع التواصل مع الكابتن في الكومنتات. ولكن المهم ان انا قبل ما احط الجدول ده جالي كلام ان للاسف تقريبا هيتم تعجيل الامتحانات بتاعت الثانويه الازهريه، وعلى اساس الكلام ده انا لعبت على المضمون وحطيت جدولين للمراجعات النهائيه، يعني بلان A وB، وطبعا الاثنين نفس الانظمه بنفس المراحل بنفس كل حاجه، مش هنقصر في اي حاجه باذن الله، ولكن الاختلاف هتكون في التواريخ وبعض الضغط اللي هيتحط عليها شويه لو طبعا تم تعجيل الامتحانات. فما تقلقش من اي حاجه، نفس المراحل هتتم بكل حاجه اتقالت لحضرتك. ان شاء الله نقدر ان احنا نعمل مراجعه قويه جدا جدا ايا كان ايه موعد الامتحانات، احنا جاهزين لاي حاجه، لان طبعا ده دايما اللي متوقع من الازهر. فما تقلقش من اي حاجه، ان شاء الله هتضمن ال 80 درجه من مجموعك مع الكابتن. وزي ما قلت لك طبعا لو محتاج اي تواصل او اي تفاصيل هتلاقي اللينك في الكومنتات. كمان في النهايه ما تنساش ان انت تعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد، وعلشان اي حاجه كده تكون عاجله نعرفها لك على طول، بجانب كمان ان احنا هنعمل لك شغل قوي جدا على اليوتيوب الفتره اللي جايه يكون لكل طلاب الثانويه الازهريه. وبس كده، مش عايز اقول اي حاجه تاني، واشوفكم على خير في اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.